طلعت بسيطة اهي، طلعت ان انت اما تلعب اللعيبة في اماكنها الصح وتستغل امكانياتها صح هتفوز وهتلعب حلو قوي وهتجيب سكور كمان. وطلع احمد رمضان بك هم حجر اساسي في الفرقة اللي صوتنا اتنبح عشان نلعبه وما كانش حد مقتنع. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هيبقى يوم سعيد جدا لجمهور الاهلي، يوم رخم قوي على جمهور الزمالك. هنتكلم عن الفرقتين، هنتكلم على ايه اللي خلى النتيجه تروح كده، وازاي ده الفريق ده كسب، وازاي الفريق ده خسر. وتقريبا مش هنقول كلام مختلف كتير عن اللي كنا بنقوله قبل كده، وهنستشهد بكلام كنا بنقوله، بس خلينا نتحرك في الماتش واحده واحده مع بعض كده، وكوبايه الشاي بتاعتك او القهوه او العصير على حسب بقى انت هتشوف الفيديو ده امتى. ويلا بينا، خلينا نتكلم بدايه في الماتش ده على الاثنين مدربين، لان هم فعليا كانوا مربط الفرس النهارده. يستر لاول مره يلعب صح، لاول مره يتحرك صح ويحط الخطه صح ويحط اللعيبه جوه الخطه صح. يعني وصلنا في فتره ما ان كنا بنحط اسماء في السكور بورد صح ونوظفها في الملعب غلط. المره دي حطها صح جدا جدا. الخطه على الورق وانت بتبني اللعب بتبان ان هي 4-3-3 او 4-1-4-1، بس في الحقيقه هي 3-5-2. اللي عمله ياسترو كان مركب جدا وكان ذكي جدا، وقلنا وفاكرين الفيديو في ماتش بيراميدز اللي قلت لك هتقطع بطاقتك وهتنزل وهاجم، بس حط لي احمد رمضان بيكهام عشان وقت الهجمه يبقى هو الباك، ووقت ما الكره تبقى هجمه عليك انت يبقى ثالث مدافع، والجناح اللي هو كان ساعتها كنا بنتكلم انه زيزو ينزل هو الباك. النهارده كان بينزل طه. هي الخطه بالظبط تيبيكال اتعملت. والفرق ان حسين نزل تحت المهاجم مكان اشرف، واشرف بقى المهاجم، وشلنا وتاكا. مفيش. ودي احسن خطه للاهلي، والخطه اللي نزلناها من 3 شهور. لو رجعتوا الفيديوهات من 3 شهور هتلاقوا الخطه دي محطوطه، ان الاهلي انسب وضع ليه دلوقتي يلعب 3-5-2. هتامن الدفاع، هتحل مشاكل المساحات الكبيره، الارتدادات، هتديك مساحه ان انت تلعب بلعيبه هجوميه اكتر. وفعليا النهارده كانت كده. فهو لعب بياسين مرعي مدافع ناحيه الشمال اكتر، سيرد باك شمال. احمد رمضان بيكهام سيرد باك يمين. والليبرو كان هادي رياض. ليه؟ عشان يعمل حاجتين، عشان خاطر يحرر كوكا ان هو يلعب مان تو مان على خوان بيزيرا، وما شفناش خوان بيزيرا طول الماتش، وخوان بيزيرا محتاجين نرجع له كمان شويه لان دي بقت حاجه تقلق. والناحيه الثانيه احمد رمضان بيكهام يدي عمق اكتر للدفاع، وطاهر يضم يبقى هو الباك اليمين اما يحصل علينا الهجمه، لان كده كده الزمالك بيلعب باثنين مهاجمين، فمش هينفع يبقوا 2-2 قصاد مهاجميننا ويبقى اخوان بيزيرا بيجي من تحتهم. كانت المساحات هتبقى ملعب والزمالك يعمل الماتش اللي هو عايزه. وده ادى نجاح رهيب. وفادك كمان ان خلى مروان عطيه يلعب 6 لوحده من غير مشكله، وادى حريه الامام ان هو يزيد يبقى 8 زايد ل 10 ويحرر فريقك كله. في الحاله دي الاهلي كان متسيد الماتش تماما. الاهلي كان نص الملعب، لان بقى عنده كثافه عدديه في نص الملعب متكونه من كوكا اللي بيسيب الناحيه الشمال ويخش في نص الملعب، مروان عطيه المركز 6، امام اللي بيرجع ضمه سواء في التحضير او ما بيبقى عليك هجمه كمركز 8، يا صرف حسين الشحات اللي بينزل يلعب ناحيه اليمين ويضم مع طاهر اللي بينزل يبقى باك. احمد رمضان بيكهام اللي بيساعدك في بنى اللعب وبيطلع برجله. احمد رمضان بيكهام هو تاني احسن لاعب في الماتش بعد الاداء الاستثنائي لاشرف بن شرقي، ولولا الاداء الاستثنائي لاشرف بن شرقي احمد رمضان بيكهام هو نجم الماتش بلا منازع. الكوره اللي اتقطعت من احمد رمضان بيكهام من عدي الدباغ ورجع خدها، وبعدين رقص عدي، وبعدين عدي رقص احمد، رقص مين تاني، رقص بنتاي، وبعدين كمل رقص شيكو بنزا، وبعدين بنى اللعبه بكره طوليه مظبوطه. ده كواليتي مش موجود، وقلناها من بدري الراجل ده المفروض يبقى حاجز مكان. فيعني رب ضاره نافعه. غياب محمد هاني خلاك ما تلعبوش، خلاك تفكر في احمد رمضان بيكهام، خلاك تنقذ الماتش، وممكن ليه لا تكون انقاذ الموسم، الله اعلم. احنا في موسم المعجزات اليومين دول. فتكتيكيا ده كان تكتيك من تور. تيجي تعالى بقى نروح الناحيه الثانيه.
معتمد جمال. ايه اللي عمله معتمد جمال؟ معتمد جمال نزل بتشكيله العادي واللي ريح لعيبته عشانه، تمام جدا، بس كان عنده مشكله، هو مش قادر يعمل التحولات، لان حتى الاهلي لما هجم هو مثبت 3 ورا. احمد رمضان بيكهام بيرجع تالت اول ما الزمالك يبقى معاه الهجمه، والطاهر عنده ورك ريت عالي فبيرجع يدافع، فمساحات مفيش، فاتقتل. طيب لعيبه مش متحضره، لعيبه نازله مطمنه قوي، وده عيب من عند معتمد جمال انه ما كانش مجهز للماتش. واكبر دليل ان المعتمد نفسه ما كانش جاهز للماتش هي التغيير. هو راح كرر التغيير اللي عملها مع بيراميدز، بس هو عملها بيراميدز في الدقيقه 76، راح عملها مع شيكو بانزا في الدقيقه 45 ونزل شيكو بانزا، مالوش ريحه اللازمه. ده مش ماتش يا معلم، عايز مساحات عشان يعمل تحولات. شيكو بانزا كان مجرد ان هو نهايه الكوره في رجل اي لا فريق الزمالك اول ما الكوره توصل. طيب هو نزله ليه؟ عشان يفتح الملعب، عشان يودي اخوان بزيرة يمين ويطلعه من نص الملعب، لان في نص الملعب هو اتقتل تماما نتيجه الزحمه الشديده، نتيجه ان كوكا اللي بيجي معاه في نص الملعب ومروان عطيه بيعملوا عليه دبل دفاعي كان بينهي الدنيا كلها. ف انت عايز تفتح الملعب بس مش بشيكو بانزا، مش هيفيدك، مش هينفعك. فده نهى تماما على معتمد جمال، واكد ان هو مش معانا ومش محضر للماتش اطلاقا. اشرف بن شرقي، خلينا نتكلم على هذا الموهبه اللي الاهلي كان بيستمتع بانه يدمرها. اشرف بن شرقي رهيب. اشرف بن شرقي عايز تستفيد منه، يا اما تلعب بيه مهاجم وهمي بتديله حريه الحركه ان هو يروح من الشمال للهجوم، او يستلم ويباصي ويروح، وبالذات ان هو كان بيعرف يلعب براسه، يا اما تلعبه ناحيه الشمال، وهو لاعب في الحتتين وفي خلال الماتش ده وما وديناهوش خالص يمين، فعمل احسن ماتشاته. انت جايب 3 اجوان ببصمه اشرف بن شرقي، جونين هو اللي مسجلهم، والجون اللي ما سجلوش هو اللي صنعه لحسين الشحات. فدي بسيطه جدا. تاني حاجه، هتلعب بيه مهاجم وهمي، فانت عايز الاجنحه تكون بتعرف تدخل، حسين بيعرف يدخل ويشوط. شوف الكره اللي جت لحسين من على الجناح حطها بليسنج من فوق المهدي سليمان. شوف اشرف بن شرقي اما كان راح هو ناحيه الجناح وتسجيل هو اللي كان في المهاجم، والكره جات له متطرفه اصعب من زاويه زيزو، برضه حطها بسهوله جدا في الجون. زيزو هيفيدك، مش بقول لك كده، هيفيدك وقت ما هتلعب على الارضيات، او زي ما كنت بتلعب النهارده بطاهر ان هو هيرجع يدافع ويهاجم، بس هيبقى في حد تاني هو اللي بيخترق من الناحيه اليمين اللي هو حسين. انما زيزو يبقى هو اللي بيخترق عشان يجيب الجون، لا يا ريس، انما غلط، غلط في العنوان خالص. فاشرف بن شرقي لما حطيته صح هو كان احسن لاعب في الاهلي. والخلاصه انت دايما محتاج واحد زي حسين وواحد زي اشرف، على الاقل واحد منهم في الملعب عشان خاطر مهير ويصنع الحلول. فما بالك لما لعبت بالاثنين، انت شفت الماتش كان عامل ازاي. برضه في طبعا هنتكلم على لعيبه فرديه، احمد رمضان بيكهام زي ما قلنا في الاول، انت محتاجه دايما في الدفاع سواء ناحيه اليمين او مدافع ثالث او مدافع تاني، لان هو احسن لاعب هيطلع لك بالكوره وهيعرف يرقص وهيعرف اما يتضغط عليه ما يترقص مش زي ما حصل مع ياسر. فده شخص المفروض ضامن. عادي رياض ما زالت المشكله الاندفاع الشديد اللي لبسه ضربه جزاء، اي نعم هي سوفت قوي والناعمه ويا دوبك لمس في فخذ اللاعب، بس اوكي هعديها. الزمالك احدى مشاكله، وطالما اتكلمنا هنا على اللعيبه خلينا نرجع على اللعيبه، ان اللعيبه صدقت نفسها قوي. في فرق بين الناس، اللعيبه تصدق في نفسها واللعيبه صدقت نفسها. تصدق في نفسها، تصدق ان هي ممكن تبذل مجهود وتعمل اللي عليها وربنا يوفق ويكرم، وده اللي هم كانوا عاملينه. تصدق نفسها، تفتكر نفسها نجوم، زي ما زعلوا واتقمصوا بعد تصريح كابتن حسن شحاته، واللي هو تصريح صح 150% على ناصر منسي. قلنا وانا بنفسي ده اقول ناصر منسي الاسطوري حقيقي، لان اللي بيعمله اداء اسطوري، بس ده مش اداؤه، وما يقدرش يفضل على كده، لان دي مش موهبته، اصل الحاجات دي من عند ربنا يا جماعه يعني، امكانياته معروفه. فده مفهوم ان دي فلته نتيجه انه بيبذل مجهود كتير جدا وبيجتهد جدا، ففعلا انا لازم نحييه على هذا الاجتهاد، ووقت ما يجتهد ياخد الشو كله وندعمه ونقول كمان يروح المنتخب، بس واقعيا هو مش هيقدر يفضل على كده، لان ده مش اداؤه الطبيعي. احنا هنطلع وموسم موسم ونص وننزل تاني، واغلب لعيبه الزمالك كده. اغلب لعيبه الزمالك هي بتحقق فوق امكانياتها لانها بتبذل مجهود فوق طاقتها، ونهايه المجهود دي هتبقى يا اصابات يا ارهاق شديد، فالدنيا هتقع، لان انت عشان تحقق ده
في لاعب بيبذل 70% من مجهود يحقق ده. الزمالك اي لاعب في الزمالك بيبذل على الاقل 140 150% عشان يحقق اللي انتوا بتشوفوه في الملعب، ومفيش لاعب هيقدر يفضل يلعب سيزون كامل يعمل ده، او او سيزون ونص يعمل ده، هيقع طبعا طبعا. فدي معروفه، وقلنا قبل كده امكانيات لعيبه بيراميدز اعلى، امكانيات لعيبه الاهلي اعلى، امكانيات لعيبه سيراميكا كليوباترا اعلى من امكانيات لعيبه الزمالك، بس اجتهاد لعيبه الزمالك وايمانهم وايمان جمهورهم فيهم ومحاولتهم وسعيهم اعلى من الكل، عشان كده هو في المكانه دي دلوقتي. هتصدق في نفسك هتصدق قصدي نفسك ان انت النجم وان انت اللي هتخش تهزم اي حد، لا هتلبس في الحيط طبعا طبعا. فده اللي حصل النهارده، هم صدقوا ان هم ايه يعني، ده احنا اقوى فريق في الدوري هننزل نهزم الاهلي، خد على عينه بمنتهى البساطه، خد على عينه. لو ما بذلتش كل مجهودك مضاعف، انت محتاج تبذل 3 اضعاف مجهود لاعب زي تريزيجيه، لاعب زي اشرف بن شرقي، لانه اعلى منك مهاريا بكتير، لاعب زي حسين شحات. اخيرا في اللعيبه عند الزمالك تحديدا خوان بيزيرا، لتاني مره قدام الاهلي يختفي، عنده مشاكل كبيره قوي، ان دي الماتشات الكبيره. انت في الكونفدراليه اما بتلعب على تحولات بس، جوه بقى احنا قلنا ليه هو احسن محترف دخل، لانه سواء تحولات او مهاره فرديه عنده. النهارده المهاره الفرديه انتهت تماما، علامه استفهام كبيره جدا، ومحتاج الزمالك يفوق ولاعيبه الزمالك تفوق لنفسها، لان هي ممكن تلاقي نفسها بعد كل اللي عملته ده ضيعت الكونفدراليه وطلعت ثالث في الدوري. خساره واحده للزمالك والاهلي يفوز ماتشاته هيبقى الثالث، وبيراميدز ياخد الدوري. كل سنه وانتم طيبين، تبقى ضيعت كل المجد اللي انت كنت رايح له. اخيرا جمهور الفرقتين ولا اروع ولا اجمل. جمهور الاهلي اللي مصدق في فريقه، واللي انا شخصيا كنت خايف اشوف الماتش ده ونلعب الماتش ده ان احنا اللي هنشيل سكور بعد اللي حصل في بيراميدز. الجمهور من اول دقيقه موجود، مال الاستاد، عامل دخله، عامل تيفو محترم، مش بيهتف للفوز في الماتش، بيهتف ان الدوري مش هيروح. ده جمهور لسه مصدق في الدوري، كل واحد كان موجود النهارده في الاستاد لسه مصدق في الدوري، ده شيء يحسب له ويحيي عليه. ليه؟ وده جمهور حقيقي يترفع له القبعه. وقد تكون اهم مكسب في كل الخذلان اللي عمله لعيبه الاهلي واداره الاهلي وسوء النتائج دي، ان رجع جمهور الاهلي يفهم دوره ويأكد عليه ان هو اللي بيجيب البطولات، لا اللعيبه ولا الدولارات ولا الملايين ولا المدربين. وجمهور الزمالك ومشهد لقطه النهايه واصرار ان هو يفضل قاعد وواقف ويحيي لاعيبته، هو جمهور واعي جدا، فاهم ان اهم ماتشات لسه الجايه. انا مش عايز الماتش ده يكركب لي الدنيا ويدخلني في دوامه، لان ياما الزمالك واقع في الغلطه دي. فتحيه مني هنا فعلا للجمهورين. واخيرا زي ما قلناها الصبح، لعيبه الاهلي مش هتعرف تفوز لوحدها، لازم يبقى في مدرب. فما وجد تكتيك مناسب النهارده، اللعيبه دي اتبلورت لان عندها امكانيات كبيره. ومساءكم لذيذ، واتمنى كنا دردشه خفيفه لطيفه على الجمهورين. ومبروك طبعا لجمهور الاهلي وليا، لان انا مبسوط، وهدراك للزمالك، ولسه الملعب فيه كتير، ولسه هنشوف كتير في ال3 ماتشات او الماتشين اللي باقيين لباقي الفرق.